قومي يلا طلعي كيس الكنافه اللي انت عيناه في الفريزر واعملي احلى صينيه كنافه لولادك. هتقولي لي عرفتي منين؟ انا عارفه وشايفاه. يلا بقى قومي بقى ما تكسليش. يلا بقى عشان نعمل مع بعض احلى صينيه كنافه. طبعا اول حاجه عملتها قبل ما اعمل الكنافه عملت الشربات. حطيت كوبايتين من السكر ومعايا كوبايه من الميه، وحطيتهم في الحله على النار. ما قلبتهمش. اول ما يبدا يغلي حطيت عصير ليمونه صغيره كده، ومعايا معلقه عسل نحله حطيتها عليها، وما عندكيش عسل مفيش مشكله. وسبته على النار حوالي 12 دقيقه او 11 دقيقه، وقفلت عليه كده وحطيت رشه فانيليا بسيطه، وسيبته يبرد. لان انا بحطه والكنافه سخن لازم يكون العسل معايا بتاع الشربات بتاع الكنافه يكون بارد، والكنافه تكون سخنه كده طالعه من الفرن. طبعا الكنافه زي ما انتم شايفين معايا نص كيلو بقى. الكنافه دي كانت في الفريزر. ممكن تطلعي تحطيها في الكبة وتبقى ناعمة معاكي كده، لكن انا بصراحة بستسهل وبعملها بايدي بسرعة كده زي ما انتوا شايفين. نص كيلو. حطيت معايا هنا كوباية من السمنة، طبعا سمنة بلدي بقى بتودي الكنافة في حتة تانية. هنا بقى الشربات اللي انا كنت عاملاه اللي قلت لكم عليه حطيت منه معلقتين. ومعايا هنا لون طعام لونه احمر، او لون مثلا زعفران اصفر، دي اختياري، عايزه تحطيها براحتك مش عايزه تحطيها خلاص. بس لو هتحطي اللون تعمليه كده في السمنه، ما تحطوش كده عشوائي، لا قلبيه في السمنه كده لغايه ما السمنه شوفوا لونها بقى احمر. دي بقى هتدينا اللون الاحمر الحلو بتاع الكنافه. يا دوبك ساحت بس على النار، يعني ما سخنتش، هي ساحت. شوفوا اللون ده بقى. وقلبي بقى يا ست كل الكنافه كانك بصي بتعجني كحك معاكي. انا عايزه الكنافه كلها تتغلف بالسمنه اللي معايا دي. خدي وقتك بقى يعني 10 دقايق واعمليها. طبعا انا وقفت التصوير شويه عشان ما يبقاش الفيديو طويل، بس قعدت 10 دقايق لغايه خلاص الكنافه بقت عباره كلها سمنه. طبعا بعد ما بقلب ده كله لسه هقلب تاني ليه بقى؟ لان بكون محضره معايا معلقه سكر بودره، هحطها عليها واقلب برضو واكمل. طب الكنافه بتاعتنا النهارده هنحشيها، انا هحشيها هعملها بالكريمه او بالقشطه الكدابه. عندك قشطه اعمليها حطيها على طول. طب لو ما عندكيش قشطه، انا هعمل القشطه الكدابه اللي هي كدابه هتدخل النار يا جماعه ما تزعلوش. لبن ونشا. معايا بقى هنا 4 كوبايات من اللبن، وهحط 6 معالق كبيره من النشا، وادوب ده كله مع بعض قبل ما ارفعهم على النار. اقلب بقى تقليبه حلوه كده لغايه ما يدوب خالص. وبعد كده حطيها على نار متوسطة لغاية ما يعمل القوام الكريمي اللي انت هتشوفيه. هنا جبت الصينية بقى وحطيت السمنة بالمنظر ده. اعملي بقى السمنة كده ما تسيحهاش كده وتدهني دهنة خفيفة. الكنافة يا جماعة عايزة تاكلي كنافة حلوة اخدميها كده بالسمنة البلدي. بطنت الصينية زي ما انتوا شايفين، وحطيت اللوز هنا بقى في قعر الصينية، وهتشوفوا كده في الاخر انا حطيته ليه. وهحط معايا نص كمية الكنافة. طبعا انا حاطة هنا على النار اللبن بالنشا عشان اعمل القشطة. افرد بقى معايا الكنافة وبطبق بقى اصغر من الصينية بشوية، وابدأ اكبس واضغط كويس عليه عشان تبقى ماسكة معايا ومتماسكة كده. عايزة اقول لكم الصينية دي طلعت من الفرن اتاكلت في ساعتها والله. الف هنا طبعا. هضغط كده كويس وكده، يعني زي ما بنقول بالبلدي كده كبستها وبقت حلوة. اللوز هنا بان ده كويس كده مسك. هنا بقى شوفوا بقى القوام بتاع القشطة بتاعتي انا عايزاه كده. هفرده بقى. عايزة تكتري عن كده، عايزة تكتفي بحاجة بسيطة عادي براحتك. انا هحط الكمية التانية معايا وما تخافيش، ولا تبقى كتيرة ولا هتطلع من الكنافة ولا هتبوظ. حطيتها وافردها وهسيبها تبرد بقى، يعني بتقعد حوالي من 10 دقايق ل12 دقيقة كده. ما تحطيش بقى الكنافة وهي سخنة تيجي مش هتعرفي تفرديها وتحسي ان هي باظت معاكي، لا سيبيها تبرد. اقعدي ريحي شوية كده، اعملي حاجة في المطبخ لغاية ما تبرد معاكي. هنا بردت بقى، شوفوا انا حاطة ايدي خلاص خلاص بردت وبقت متماسكة. حطي بقى النص التاني اللي معايا من الكنافة وفرديها بقى براحتك، واضغطي عليها وكبسي عليها براحتك ولا اي حاجة.
طبقة القشطة ديت بتبقى متماسكة وبتساعد معاكي انك تفرديه. والكنافة اصلا من فوق تلاقيها بتتفرد بسهولة، بتبقى ايه، سايحة وحلوة كده. فردتها وهجيب الطبق برضو هضغط عليها. طبعا بقى انا مشغله الفرن سخن، قبل من اول ما بدات اعمل كنافه انا مشغله الفرن وحطيتها في الفرن. شايفين الجمال بقى؟ ده وشها بقى، وكنت شغلت عليه الشوايه عشان ياخد الوش ده. لما لقيت الجناب كلها احمرت، اللي بتبقى زي ما انتوا شايفين. يا سلام، شفتوا بقى اللوز هنا بقى انا حطيته في القعر عشان كده. شايفين الجمال؟ شمين الريحه. حطي بقى الشربات بقى زي ما انت عايزه، هي سخنه مولعه نار والشربات بارد. سبتها بس حوالي 5 6 دقايق كده تشرب من شربتها وقطعتها. يا نهار ابيض، انتوا حاسين؟ بصوا السكينه ماشيه زي السكينه في الحلاوه فيها. ايه رايكم؟ قطعيها بقى زي ما انت عايزه. انا قطعتها كده مثلثات، عايزه تقطعيها قطع مربعه براحتك. وشوفوا بقى، يا سلام ايه الجمال ده. يلا ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده، مع الف سلامه.